اليوم نعطيك بسالفتين عن الغزو. سالفة عادل الحيي الله يرحمه شهيد، طلع من بيتهم بالقادسية رايح كيفان حق المقاومة، وصل عند التقاطع اللي فيه المقاومة اللي هو يفصل ما بين الخالدية وكيفان. وصل هني مسكين الله يرحمه وياته طلقة وتوفى التقاطع. الله يرحمه الشهيد عادل الحيي. والثانية طلعنا أنا وصالح عنبر يوم من الأيام رايحين الدوام صوب جلب الشيوخ، صوب عبد الله مبارك كانت بر. مرينا ولا نشوف العسكر كلها لابسين حربي كامل وعلى الشارع مصطفين، كل تقريبا 4 أمتار في عسكري واقف. احنا تعجبنا والتفتنا من هناك ولا في قاعدة صواريخ تبين بالبر. ورحنا وردينا، كلمت ابو مساعد اللي بالسويدان ورديت سألت باسل، قلت له شنو انتم تخرعونا تمشوا كل مترين حاط لكم شرطي ما شنو فهمونا. يقول لها تدريب، عندنا تدريب. المهم القاعدة كلمنا أديب الظاهر كلم الجماعة. ثاني يوم قاصفين القاعدة مطشرينها تطشر، ويانا العراقي على سيكل من حاش من صوب القاعدة. قال صاحبكم أبو لحية بيرجع. منو صاحبنا أبو لحية؟ يقول شيخكم راح يرجع، ولا ضربوا القاعدة كتلونا كتل. والله يعطيكم العافية ويحفظكم، ويا هلا ويا مرحبا وكل الهلا. يا هلا يا هلا.